أحلى شوية ملوخية ممكن تاكليهم وينفعوكوا في العزومات. معانا الشوربة بتاعتنا دسمة وجميلة وعليها المكعبين الماجي. هي الشوربة مش محتاج، بس زيادة الطعم كمان، عشان كل ما تحطيله وتنكهيه بزيادة يطلع طعمه أذكى كمان. تحطي مكعبين اتنين وتحطي الشوربة على النار وهي باردة. تجيبي كيس الملوخية يا حبيبة قلبي اللي انت مفرزاه في الفريزر، الملوخية الخضراء الجميلة ديت، وتنزلي بيها وهي مجمدة زي ما هي على الشوربة وهي باردة. ما تفكيش الملوخية، ما تركنيهاش تفكك، لا تفكك في شوربتها عشان تحتفظ بخضرها وتحتفظ بقوامها الجميل. وننزل على شوربتنا بالكيس الملوخية بتاعنا، ونسيب البوتاجاز مع نفسه هادي عبال ما يفك كيس الملوخية تكون الشوربة بتاعتنا بدأت تغلي معانا. لو وصلت معايا لحد هنا تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس وتحطي لي اللايك عشان يوصلك مني كل جديد. تحطي بقى في قلب الحلة مع الشوربة والملوخية شوية كزبرة ناشفة وقطع من التوم المفروم. دول بقى هيعلوا التست معاكي بطريقة مش معقولة في الملوخية بتاعتك، وجربيها ومش هتندمي وهتقوليلي عليها ان هي اطعم ملوخية كلتها في حياتك. هنا فكت معانا، فاضل بس حاجات بسيطة هنقلبها كده بالمعلقة زي ما انت شايفة انا بقلب كده علشان تعمل عرق. لو انت مش عايزاها تعمل عرق ما تقلبيهاش بالطريقة دي. هنا هنعمل الطشة بتاعتها، كمية حلوة جدا من الزيت على السمنة، وبالأكتر الزيت علشان هو اللي بيدي تست عالي للملوخية، وكمية توم مفرومة حلوة كده، وننزل بيها على الزيت بتاعنا أو على المادة الدهنية اللي انت حطيتيها، وعلى البوتاجاز على نار حامية. نبدأ نقلب مع بعض لحد ما تبدأ تاخد اللون وتستوي معانا وتطلع الروايح الجميلة بتاعت التوم. الوصفة دي نفذيها وهتحتاجيها، سجليها عندك عشان رمضان جاي عليكي وكل يوم هتعمليها. بس تومنا الجميل ده يتكرمل كده باللون الأحمر الحلو، بننزل عليه ب- بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ونديها تشويحة في قلب الزيت عشان تتحمص معانا وتطلع الريحة الجميلة بتاعتها مع التومة زي ما انت شايفة كده بالظبط. بس هجيب الكزبرة وارجع لكم. هنا انا جبت الكزبرة والتومة بدأت تاخد اللون معانا، نزلنا عليه بالمعلقة زي ما قلتلك ونشوحها تشويحتين كده عشان نحمصها، وعلى السريع على الملوخية بتاعتنا وطش. هتطلع أذكى ملوخية ممكن تاكليها في حياتك بالشكل اللي انت شايفاه ده. اعملي زي اللي في الفيديو وان شاء الله هتدعيلي. وتطفي البوتاجاز عليها، ما تسيبوش النار موجودة وانتي بتطشي كده، خليها مطفية بقى خلاص، مش محتاجين النار تاني في حاجة. خلاص كده ملوخيتنا استوت والطشة بتاعتنا أخدت التست العالي، وملوخيتنا كده تمام التمام وريحتها مودية لتالت شارع ولونها